السلام عليكم. هنعمل النهاردة وصفة جديدة. طبعا ده مش بانيه، ده هنعمل بديل للبانيه. طبعا البانيه دلوقتي بقى غالي جدا، فهنحاول نعمل حاجة مختلفة ان شاء الله. بس ان شاء الله يعجبكم. نصلي على النبي في الكومنتات ونشوف هنعمل ايه ان شاء الله. نبدأ مع بعض. طبعا ده اللي انا عملته بانيه، ده عبارة عن أجنحة الدجاج اللي هي الوينجز اللي احنا بناكلها بره غالية. طبعا النهاردة مش هعملها وينجز، انا هعملها بانيه. الاول طبعا انا هخلي الجوانح. تمام، هجيب السكينه بتاعتي واشيل الجزء ده. طبعا انا ما برميش اي حاجه، بشيلها. الجزء ده بخليه مع العظم اللي انا بخليه وبعمله شوربه. طبعا انا بخلي على الحوض، معلش الحوض بتاعي وكده. فهبتدي ان انا احاول اطلع العظم اللي جوه الجناح. تكون السكينه بتاعتي تكون حاميه. طبعا السكينه بتاعت الفرارج اللي بيخلي كده بتبقى حاميه جدا. طبعا ما عنديش السكينه الحاميه قوي دي. تمام، فانا بحاول السكينه تكون احمى حاجه عندي، وبحاول اخلص كده العظم من اللحم من العظم اللي عندي. بحاول بالسكينه ازق كده اللحم. تمام، والاقيه سهل مش صعب ولا حاجه، لحد ما اوصل للمفصل بتاع الجزء التاني بتاع الجناح، واحاول اشده بالشكل ده، واخلص برضو جزء اللحم الموجود فيه. بقدر الامكان اخلص معظم اللحم، يعني احاول اشيل معظم اللحم اللي عندي في العظم لحد ما الاقي الجزء ده كده بينفصل عندي. يعني ممكن اشيله او اخليه عشان امسك الجناح واعرف اتحكم كويس في الجزء التاني اللي انا هبتدي ان انا اخليه. ادخل كده بالسكينه تحت اللحم بتاعي، واحاول برضو اخلص اكبر قدر من اللحم عندي. الجزء التاني ده يعني او العظمه شلناها، دي عظمه واحده. الجزء التاني في الجناح بيبقى عباره عن عظمتين رفيعين شويه. تمام، فانا بدخل بالسكينه بتاعتي وبفتح كده عشان اعرف ان انا ادخل، وافتح الجزء التاني ده نصين من النص. طبعا موصلش للاخر، انا بفتح بس فتحة الجلد دي، الاقي عندي اتقسم كده نصين. فبحاول اخلص عظمة عظمة. العظمة في عظمة بتبقى سهلة كده، إن اول ما تشدي منها اللحم بيطلع بسهولة. دي طبعا بشدها، وبعد كده ابتدي ان انا اقطعها بالسكينة بتاعتي في الجزء اللي هو الابيض عندي ده، اشيله مع العظمة عشان طبعا بيبقى ناشف ما بيتاكلش. تمام، عشان ميبقاش مقرمش، عشان اي قرقوشه في اللحم بتاعي وانا باكله هيبان، فانا مش عايزاه بحيث ان اللي ياكله يحس ان هو بانيه. الجزء التاني بقى بتاع العظمه التانية بيبقى شويه الجلد لازق في العظمه، فبحاول برضو ان انا اخلصه بالسكينه. طبعا هو سهل جدا ان انت تخليه، مش صعب ولا حاجه، بس هي عايزه ايه، صبر شويه. ابتدي ادخل السكينه كده وايه، واخلص الجزء بتاعي. هتلاقي اللحمه طلعت بسهوله. طبعا هعمل كل الاجزاء اللي عندي دي، الجوانح كلها الموجوده عندي، واخليها بنفس الطريقه. طبعا العظم ده انا بعمله شوربه مش برميه، الجزء ده مش برميه خالص، بعمله شوربه. وحتى الجزء اللي فيه العريض ده شويه في الشوربه انا بخليه، مثلا عندك حيوانات او حاجه بترميها له، قطط حاجه يعني بينفع. تمام، هو ده الجزء بتاعي اللي انا عايزاه. بصوا جميل ازاي، كله لحم طبعا. وهكمل جزء لكل الاجزاء اللي عندي. طبعا انت ممكن تعملي الكمية اللي انت عايزاها، كيلو 2 براحتك. تمام، على فكرة الجوانح دي ما بتعمليها بانيه محدش هيعرف انها جوانح، هو بياكلها هيفتكرها انها بانيه، الا اذا كان حد شافك وانت بتعمليها يعرف ساعتها، مش هيعرف يفرقها خالص. خصوصا ان فيها لحم برضو ما شاء الله يبقى عريض. نجيب بقى التتبيله بتاعتنا، نحطها، نحط حوالي معلقتين آه، ملح صغيرين. والتتبيله بقى اللي انت عايزاها. انا بحط كركم، نص معلقه كركم. وبجيب عندي الفلفل الاسود والكمون، بهارات، توم باودر، بصل باودر. انت بقى حابه تضيفي حاجات عندك تتبيلتك براحتك، يعني التتبيله دي على حسب ما انت بتحبي. تمام، عندك حبه زعتر ممكن تضيفيها، تحطي جنزبيل كمان في التتبيله بيبقى لذيذ طبعا. عندي ليمونه بعصرها. طبعا بحط حبه خل. والخل دايما لما بتضيفي خل في اي حاجه بتضيفي معاه طبعا معلقه سكر او نص معلقه سكر. فبنقلب بقى الخلطه دي كويس جدا.
نقلبها مع بعض كويس. وبعد كده هضيف عندي البانيه اللي انا عملته او الجوانح اللي انا خليتها. نبتدي بقى نقلب كويس لحد ما يتجانس، ونضيف عندي الاجزاء اللي انا خليتها، بحيث ان اقلبها في التتبيله بحيث انها تتشرب كل جزء من القطعه من الفراخ اللي عندي تتشرب بالتتبيله كويس لحد ما اخلص كل الحاجات اللي عندي واقلبها كويس في التتبيله. وبعد كده انا هغطيها واسيبها تتشرب مع بعضها. ممكن اسيبها ساعتين 3 في التلاجة بتاعتي. ويا حبذا لو سبتها لتاني يوم طبعا بتبقى اطرى كتير. ممكن تحطي زبادي كمان بالمناسبه، يعني ممكن تحطي اي خلطه انت عايزاها. دي ابسط خلطه انا عملتها. بعد كده بجيب بقى البريدنج بتاعنا العادي اللي هو بقى دقيق وبقسماط او فيجيتار والبيض بتاعي. بحط انا على الفيجيتار معلقتين كده دقيق ونشا، وبرضو دي بحط عليه نشا، وبتبل الحاجات بتاعتي. طبعا البيض بتبله برضو تتبيله انت عايزاه. بحط كمون وفلفل وملح بسيط لان عندي الفيجيتار فيه ملح، فخلي بالك ما تكتريش. انا حاطه برضو ملح في الفراخ فما كترش في البيض ملح ولا حاجه. وبعد كده هعمل بقى الطريقه التقليديه بتاعه البانيه. احط الفراخ او قطع البانيه بتاعتي اللي انا عاملاها في الدقيق، بعد كده في البيض، بعد كده في البصمات. تمام. وبعد كده هكون اكيد محضره الزيت طبعا على النار عشان يبقى سخن، وابتدي احمر البانيه بتاعي. والله لذيذ جدا ومش هتفرقوا يا جماعه عن البانيه اللي احنا بنشتريه. طبعا دلوقتي البانيه غالي قوي، فمش كل الناس في متناول ايديها انها تجيب بانيه، بس بنحاول ان احنا نقول افكار تساعد شويه عامه الناس اللي بتحب تجدد مثلا لاولادها، لان المعيش بقت صعبه. وعلى فكره احنا ممكن ناكل الحاجات دي بره ونقول عليها تشيكن ونجز وناكلها تبقى مستمتعين بيها لو احنا عملناها في البيت لاولادنا. مش عارفه ليه بيحبوهاش، بس دي عامه لا هي فعلا جميله. حتى بصوا قطع اللحم ازاي تخينه، يعني بصوا سميكه لها سمك، يعني فيها لحم ما شاء الله. ابتدي بقى اوزع كويس البصمات بتاعها او الفيجيتار على الخلطه. طبعا الخلطه دي يعني مش شرط بصمات او فيجيتار، ممكن ناس بتجيب اي حاجه بتحطها، يعني مثلا في دقيق ذره، في ناس بتجيب دوريتوز، يعني زي ما انت بتحبي. الزيت بتاعي سخن، نحمر القطع بتاعتنا كويس لحد ما تاخد اللون بتاعها الذهبي. خدت كل الاجزاء طبعا. رب الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله باذن الله، وتجربوها وتقولي ايه رايكم في التعليقات. وبالهنا والشفا، ونشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.